شكلت المعتقدات والطقوس التي تحيط الآلهة المصرية القديمة جوهر الديانة، ودارت حولها كل مفردات الحياة والتي ظهرت بظهورهم في وقت ما من عصور ما قبل التاريخ. تمثل الآلهة صور القوى والظواهر الطبيعية والتي حاول المصريون استرضاؤها من خلال تقديم القرابين وإقامة الطقوس. ومن تلك الآلهة التي كان يخشاها ويسترجي قوتها المصري القديم الإله سوبك، والذي جسد في التمساح. المعبود سوبك في الهيئة الآدمية برأس التمساح، شكل التمساح. وده بيمثل لنا ان المصري القديم، والفكرة الخاطئة ان المصري القديم عبد او تأله لهذه المخلوقات واعتبرها ان هي آلهة، وده فكر خاطئ. لان المصري القديم دايما كان بيعبد او يتقرب في او يعبد هذا المخلوق، ولا يعبد هذا المخلوق انما يعبد القوى الكامنة في هذا المخلوق. هو في الفترة دي اعتبر ان التمساح هو رمز للخصوبة والعطاء. هو كان بيظهر مع الفيضان فبيجي بالخير، فبيبتدي هو رمز للعطاء ورمز للخير. فهو بيعبد القوة الموجودة فيه، اللي هو الشيء اللي بيجي على إثر هذا الحيوان أو المعبود بتاعه. من الحاجات التانية الجميلة اللي موجودة داخل المتحف ومن سيناريوهات العرض، والحاجة اللي هي أضافت للمتحف كتير، نموذج المقبرة، واللي بيمثل لنا أو هو بيحاكي الواقع أو المقبرة اللي عثر عليها في جبانة الشط. ولو بصينا حضرتك هنلاقي المقبرة أو شكل المقبرة الحقيقي أو الأصلي اللي وجد في جبانة الشط على اللوحة اللي موجودة دي، بتصور لنا شكل المقبرة الأساسي أو الأصلي اللي وجد في جبانة الشط، وطريقة الدفن بتاعة الموميا التمساح. المحفة اللي احنا شايفينها دي، المحفة دي محفة أثرية من العصر الروماني، وموجود عليها مومياء للتمساح المحنط، وده نفس الشكل. هنقول هو المحفة دي كانت بيشيل عليها الملك وفي المواسم وفي الأعياد وفي التتويج وفي الاحتفالات الرسمية. هو اعتبر ان المعبود بتاعه ما يقلش أهمية في طريقة التتويج أو الطقوس عن الملك. وهو دايما احنا بنقول الملك هو بيمثل صورة الإله أو المعبود في الأرض، وهو شيء طبيعي جدا كان بيستخدمه المصريين القدماء وبتبجيل وتمجيد للمعبود بتاعهم. المقبرة بتحتوي على توابيت من الفخار، على أنية فخارية، نفس الشكل اللي اتوجد في المقبرة الأساسية أو الرئيسية. هو اتعمل نفس التصميم ده عشان نحاكي الواقع اللي موجود على الطبيعة. من ضمن المعروضات اللي موجودة في المتحف بعض اللوحات النذرية اللي بتمثل لنا المعبود سوبك في أشكال كتير، في إن هو قدام الملك بيقدم بعض التقديمات، بتقدم له بعض القرابين. دي كلها حاجات موجودة ومستمرة معانا. نقش بالبغائر للمعبود سوبك بالهيئة الحيوانية، وهو موجود على كتلة من الحجر الجرانيت، والكتلة دي من الدولة الحديثة، وبتمثل على أجنابها الأربعة منقوشة. من ضمن النقوش الموجودة عليها هو نقش للمعبودة حتحور. هنقول الآلهة، احنا قلنا سوبك وحورس، حتحور بتيجي هنا ليه؟ هي حتحور في الديانة المصرية هي رمز للعطاء ورمز للأمومة ورمز لكل شيء جميل. هو هنا سوبك رمز للعطاء والخصوبة. والفكر الشائع والخاطئ ان سوبك بيمثل الشر في الديانة المصرية القديمة، وده فكر خاطئ تماما. لذلك احنا في معبد كومومبو بنقول في الاسطوره، بتقول الاله معك الهه العداله عمل التصالح بين المعبودين او الالهين، وده فكر خاطئ جدا، لان سوبك ما كانش على خصام او عداوه مع الاله حورس. فهنا هو لما نشوف المعبوده حتحور الى جانب سوبك، يبقى كده عمره ما هيجتمع الخير والشر. لكن هنا لان سوبك فعلا في المضمون الصحيح ان هو لا يمثل الشر بل يمثل العطاء والنماء، فهو اجتمع مع المعبودة حتحور.